اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. والجو النهارده في اغلب انحاء جمهوريه مصر العربيه برد ومطره في كل الانحاء، تقدر تقول كده حلقه من تحت البطانيه. اهلا بيكم اصحابي وحابين تتفرجوا على الحلقات، يا ريت تكمل الحلقه للاخر، تدعو احد اصدقائك للاشتراك في القناه وتشير الحلقه على اي من منصات التواصل الاجتماعي عشان نزود ساعات المشاهده. ما زالت مباراة الزمالك وأسوان اللي انتهت بفوز أسوان 2-1 على نادي الزمالك في أسوان تحتل المرتبة الأولى من حيث الأخبار اللي حوالين المباراة دي وما حدث فيها. البداية لما المستشار مرتضى منصور أعلن إن في قطر ووجبات لجماهير نادي الزمالك اللي هتروح أسوان، فجماهير أسوان خلت الموضوع على صدرها وقالت إزاي يعني جايبين جماهير من محافظة لمحافظة عشان يشجعوا فريقهم، طب إحنا كمان هنروح نشجع فريقنا. وراحوا اشعلوا الملعب حماس، ولكن مش دي المشكله، المشكله كانت من ناحيه شيكابالا، واللي معروف ان شيكابالا اصلا من النوبه يعني من اسوان، يعني المفروض ان المنطقه دي كلها زملكاويه، ولكن على العكس تماما. معروف ان الصعيد اغلب الناس فيه اهلاويه، ولكن الزملكاويه بما ان شيكابالا هناك كانوا بيدعوا ان اغلب الجمهور اسواني. وكانت البدايه لما جمهور اسوان اتفاجئ ان شيكابالا موجود في التشكيل الاساسي للمباراه، وشيكابالا تقريبا ما لعبش ولا مباراه السيزون ده بصفه اساسيه، ولكن جمهور اسوان خد النقطه دي وعمل عليها حكايته، وبدات المناوشات ما بين شيكابالا وما بين جمهور اسوان اللي افقدوا شيكابالا تركيزه تماما داخل المستطيل الاخضر، وحاولت الناس تتدخل وتهدي الجمهور، ولكن الجمهور كان قالب على شيكابالا بطريقه كبيره جدا، وخصوصا كمان ان كان اسوان في حالة فنية عالية جدا ومسيطر على المباراة، فكانت الأجواء مشتعلة داخل الملعب وخارج الملعب من جماهير نادي أسوان، لدرجة إن شيكابالا بدأ يبكي. وفي الشوط الثاني المدرب أخرج شيكابالا، ولكن استمرت الجماهير في مهاجمة شيكابالا قبل وأثناء وبعد المباراة ومحدش قدر يهديهم. الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هو عن المستشار مرتضى منصور، حديث الساعة وكل ساعة، وأكتر راجل بيحب شهرة في جمهورية مصر العربية، واللي بيطلع يوميا من خلال برنامج زملكاوي، يا إما فيديو مسجل أو مكالمة تليفونية مرئية أو مكالمة تليفونية عادية، وبعد ما بيخلص المكالمة بيطلب من الناس الحلوين الطيبين اللي بيعملوا كده في الاستوديو يلخصوا المكالمة ويقولوا أهم ما جاء خلال المكالمة. الموضوع الأساسي للمكالمة بيبقى ممدوح عباس كابتن محمود الخطيب، ده الاساس. بعد كده بقى شويه حاجات بتيجي في السكه كده، مثلا ايه، حد قال كلمه وحشه على الزمالك، حد حل مباراه الزمالك وقال كلمتين وحشين، فبيجي في السكه معاه. وطبعا ما بينساش يخش برده في القضاء شويه، وبعدين يقول لك بنحترم القضاء، وبعدين برده المعلومات العامه والاحداث الجاريه، يعني زي موضوع البين الفراخ اللي اتكلم عليه امبارح، يعني متابع لكل الاحداث والاخبار، وفقره فكاهيه بنتابعها كل يوم على قناه نادي الزمالك. وده اللي بيعمله المستشار مرتضى منصور بس خلال ادارته لنادي الزمالك، ان هو يطلع يشهر بالناس ويتكلم عشان يتشهر اكتر والناس تشوفه يعني، ولكن عمليا هو ما بيعملش حاجه لنادي الزمالك. تلاقي نادي الزمالك محلك سل، يعني مش هنتكلم عن انه اتشال السنه اللي فاتت ورجع السنه دي والكلام ده، لا، خليك في الفتره اللي قبل ما يتشال دي، كان قاعد 6 سنين كاملين ما عملش اي حاجه لنادي الزمالك، ما سددش فلوس ممدوح عباس، واللي بيعمله بيفكر ان هو في صالح نادي الزمالك، ولكنه في عكس نادي الزمالك. يعني مثلا من اسبوع طلب من مصلحه الضرائب والتامينات انها تحجز على ارصده النادي في البنوك عشان ممدوح عباس ما ياخدش الفلوس. طيب ماشي يا عم، كده الناس دي لها فلوس وخدتها، برضه ممدوح عباس حتى لو الفلوس دي راحت، ما في فلوس ثانيه هتيجي وفلوس هياخدها عاجلا او اجلا، فانت ليه مأخرها؟ انت بتدور على اي شماعه تبرر بيها الفشل الموجود. ولكن جمهور الزمالك بيعجبه ان المستشار مرتضى منصور بيطلع كل يوم يشتم وينوح، والناس والدوله واقفين ضدي، وانا مش عارف اعمل، وانا بجيب اكبر الصفقات، وانا بعمل لنادي الزمالك ومفيش ذكر يقدر يعمل اللي انا بعمله. والجمهور الزملكاوي معاه بيحس ان معاهم بطل والهمام، ولكن هو في الحقيقه بيغرق نادي الزمالك. ولو جيت تبص هتلاقي اكتر نسبه اهدار مال عام موجوده في نادي الزمالك، مش هقول لك على اللعيبه اللي بيجيبها ما توفقش لان دي بتحصل في كل الانديه، لكن هقول لك على كميه الغرامات اللي كانت موجوده على نادي الزمالك في الفتره الاخيره للفيفا، واللي كان بسببها نادي الزمالك توقف فترتين قيد قبل كده. كل ده بسبب المستشار مرتضى منصور، مش ممدوح عباس، ولكن مرتضى منصور واخد ممدوح عباس يعلق عليه فشله لجمهور نادي الزمالك، عشان جمهور نادي الزمالك ما يقولش مرتضى منصور اللي فاشل، لا، اللي فاشل هو ممدوح عباس، انما المستشار مرتضى منصور ده بطل الابطال والهمام الوحيد اللي بيحارب لمصلحه نادي الزمالك.
ثالثا صفقات النادي الاهلي، 3 صفقات حسموا بنسبه 100%. محمد الضوي نجم النجم الساحلي اللي كنت اتكلمت عليه من حلقتين قبل كده، ومروان عطيه نجم الاتحاد السكندري، ويعقوبو نجم ريو افو البرتغالي. دي الصفقات اللي النادي الاهلي خلصها، لكن في صفقات ثانيه لسه النادي الاهلي هيعلن عنها قريبا. اما بالنسبه لنادي الزمالك فطبعا المستشار مرتضى منصور واثناء شتيمته فيه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ممدوح عباس قال ان الزمالك مش هيجيب صفقات في الشتاء، لكن انا بقول لك الزمالك هيجيب، مش لانه محتاج او حاجه، هو عندنا في النادي الاهلي خلاص. ال10 صفقات اللي جابهم نادي الزمالك في فتره الانتقالات الصيفيه كانت 10 صفقات فاشله تماما، ولا شمسون الجبار ولا نراي ولا دونجا ولا عمر جابر ولا اي حد من الناس دي. الناس دي كلها شكرا مسلمه نمر ومشطبه كوره. ده كل اللي عندي النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.